الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنته غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، ها هو عام هجري قد انقضى من عمر الإنسان المحتوم، وها هي صحيفة سودت من كتابه المرقوم، وها هو فصل قد انتهى من رواية الحياة، ونحن الآن على باب عام جديد، وفي ابتداء صحيفة جديدة، وفي طليعة فصل آخر من تلك الرواية التي يمثلها الإنسان على مسرح الدنيا. لا أدري ماذا يكون شأنكم مع الله فيه، بل لا أدري ما يفعل بي وبكم. ولو تأملتم معي قليلا لعلمتم أن في مثل هذا اليوم من العام المنصرم كان معكم في هذا المسجد أناس يصلون، وبجواركم في البيت أناس يسكنون، وإلى جانبكم في المزرعة يعملون، أو معكم في السوق يتحركون. كانت لهم آمال كآمالكم، وأحلام كأحلامكم، ولكن وقف القضاء دون تحقيقها، وحال القدر بينهم وبين ما يشتهون. هاجم عليهم الموت بغتة وهم لا يشعرون. هم الآن رهن أعمالهم تحت التراب ينتظرون الحساب والمصير. ولا يبعد أن يكون في مثل هذا اليوم من العام القابل من تفتك به المنية منا وتغتاله ريب المنون. فلسنا بأعظم من أولئك الرجال منصبا ولا جاها، ولا أشد بأسا ولا قوة، بل كلنا جميعا أمام الموت سواء. إنها شواهد العظمة
وآيات العبرة قائمة ماثلة. اسألوا التاريخ ماذا فعل الأجداد والآباء. لقد عمروا الدنيا وشادوا فيها قصورهم وأقاموا فيها دعائم سلطانهم، ثم جاءهم النذير وأطبق عليهم الموت. أيها الأحباب، إن الإنسان في هذه الدنيا مسافر وعابر سبيل، وما الزمن إلا سفينة يقطع الآدمي عليها لجة الحياة حتى توصله إلى شاطئ الموت، فإذا هو أثر بعد عين. وما المناسبات والأيام إلا محطات على هذا الطريق وموانئ على هذا الشاطئ. لا أقول أن المناسبات محطات استراحة، فلا راحة في الدنيا، إنها دار عمل وامتحان، والجزاء والراحة في الآخرة. إنها مناسبات ومحطات للمحاسبة والتصحيح والتقويم.